بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم متابعينا في قناة فن الخياطة. عايزة النهاردة أقول لكم إن شاء الله عن إعادة تدوير العباية الخليجي، العباية اللي هي الواسعة، ممكن تكون ملحفة أو ممكن تكون العباية العادية. كمل. عايزين نغير من شكل العباية، عندنا في الدولاب بقالها سنتين ولبسناها كتير وعايزين نغير من شكلها في مناسبة في أي حاجة، فدي حل بسيط جدا وجميل وفي نفس الوقت بيديني منظر تاني للعباية. باشيل الكم بتاع العباية من عند الكتف من فوق، طبعا بمقاسات معينة، ما ينفعش ان انا اشيل اي كلام كده. اخد اقيس مقاس الكتف بتاعي، انا عارفة لو العباية دي متركب لها كم بتبقى سهلة جدا. بشيل الكم وبجيب متر ستان اعمل بيه كم جديد. طب انا مش متركب لها كم، باخد مقاس الكتف بتاعي، مقاس الكتف بالشريطة بتاعتي، وليكن مثلا 42 44 سنتي. ده مقاس الكتف. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اخدت انا مقاس الكتف معايا اهوت 42 سنتي، طبعا في 1 سنتي هنا 1 سنتي هنا، يبقى هو فاضل معايا 44 سنتي بالظبط. واخدت الحردة بتاعت الجور بتاعت الكم من على الكتف من فوق بعلامات المعينة زي ما احنا قلنا قبل كده، باخدها 22 من فوق، من القماش متطبق على بعضه ب 22 سقوط تحت في طول العباية نفسه. يبقى انا اخدت 22 الكتف من فوق علامة، واخدت 22 علامة في القماش في عرض العباية نفسه. طبعا العباية عندي طبعا عباية مستعملة فتظبيطها موجود، يعني هي صدرها مقاسه موجود عندي مظبوط. لو الكم زي ما قلت لكم موجود بشيل الكم وبركب كم جديد. لو الكم مش موجود فبعمل الحردة بتاعت الإبط بتاعت العباية، الحردة بتاعت الجور، وابتدي ان انا افصل كم من جديد واعمله. انا جبت متر واحد ستان، اشتريته من المحلات، تكلفته ما بتتعداش يعني المتر ممكن في 80 ممكن في 100 جنيه بالكتير. متر واحد ستان اهوت، عملت منه الكم ده. الكم ده اديته عرض من هنا كده 32 سنتي، 32 سنتي عرض القماش اللي معايا. يعني انا اخدت 65 سنتي من القماشه، طبقتهم على بعضهم في طول المتر اللي انا شايلاه. طبعا مش هاخد الكم كله، مش هاخد المتر كله، انا واخده 70 سنتي من القماش عشان هعمل بف كمان معايا في القماشه هنا. فابتديت الاول اخدت 65 سنتي في 65 سنتي، 65 في 65. يبقى انا اخدت من عشان اعمل الكمين بتوع العبايه، اخدت من المتر القماش اللي انا شارياه. انا ممكن اشتري متر الا ربع بس، يعني ممكن اشتري بس يعني ايه، عشان المحلات لو رفضت تديني متر الا ربع، او لو انت عندك متر الا ربع قماش فايض من شغل تاني من اي حاجه ممكن تعملي بيهم كم العبايه ديت. بتقص من المتر الا ربع دوت عرض قماش، عرض القماش نفسه 65 متر. وطبعا لو هو حرير لكرة اللي فيه المطه ديت لازم نعمل بعرض القماش، لازم يكون القماش معايا مرتاح. يعني بعمل 65 سنتي طول في 65 سنتي عرض. 65 سنتي دول متطبقين، طبعا كم الواحد 65 سنتي في العرض، فالكمين بقطع لهم على طول، بعمل كمين عرض 130 سنتي. انا طبعا عشان القماش بتاعي عرض 150، باخد منه عرض 130 سنتي، اعمل منهم الكمين في العرض. وفي الطول باخد 65 سنتي. ارجع بقى تاني اقص الاسوره الجميله ديت، اعمل هنا شويه كسر. طبعا انا عملت قصه للكم علشان يبان كانه حاجه ايه مختلفه كده وحاجه حلوه. عامله له قصه هنا كده حرده، ورجعت عملت المكشكش بتاعي دوت، الكشكشه الرفيعه البسيطه ديت، وركبتها في الاسور كده. انا اديت للكم منظر جميل. طبعا المكشكش اهوت معايا، بركبها على حرف الاسوره. ادي منظر الاسوره من بره بعد ما ركب فيها كسر المكشكشه ديت، وده منظر الكم معايا بعد ما تركب في العبايه. يبقى قلت لكم مقاسات الكم هناخد ده كام؟ 65 في 65. 65 هيتطبقوا طبعا نصين لقصة الكم، يبقى انا معايا الكم الواحد 65 عرض،
يبقى الكمين 130 سنتي عرض، 130 سنتي في 65 طول. احط الاتنين على بعضهم، اطبقهم 4 تطبيقات. ال4 تطبيقات اروح قصة منهم مقاس الجور. الجور بعمله 14 سنتي واطلع بيه على الفاضي، طبعا 14 سنتي من الباط من تحت، واطلع بيه على الفاضي قبل الكتف بشوية علشان اعمل شوية كشكشة بسيطة في الكم من فوق، اللي هي البف الخفيف، بف مش كبير، بف حاجة وسط كده، حاجة خفيفة كده بسيطة، كام كسرة كده بس يدونا منظر حلو على كتف العباية ويظبطوا معايا الكتف. كده بقى انا عملت منظر جديد للعباية. وبعد ما كانت العباية كلها سمرة خليجي، لا اديت لها انا شغل جميل اهوت، حاجة مش مكلفة خالص. هو متر القماش اللي انا اشتريته، ممكن اشتري متر الا ربع قماش. لو انت بتشتغلي في بيتك وعايزه تعمليه لحد، هتعمله له وهتاخدي برضو ايه يعني شغلك فيه، زي ما انت تقدري طبعا شغلك. لو انت اللي في بيتك وبتعملي،